بتقول بالله عليكم أنا في كرب شديد، أمي لا توافق أني أنتقب. يا ريت الشيخ مش عارف إيه، طبعا الرسالة مش كاملة، لكن أنا عايز أقول لك إني لابد أن يكون الكلام بالحسنى وبالموعظة الحسنة، وأن الموضوع لا يكون رغما عن الأم، وأن يكون بالإكراه ولا كذا. لكن خلينا نرجع لكلام الفقهاء. اتفاق وكلمة الفقهاء أن عورة المرأة جميع بدنها عدا الوجه والكفين، بشرط خلو الوجه والكفين من الزينة مطلقا، فلا وشك ولا إيدك يبقى فيهم زينة مطلقا. وبناء على ذلك يبقى إحنا عملنا الواجب المفروض عليك، وبعد كده بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبالحسنى وبالكلام الطيب إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يلقي الهداية في قلب أمك لهذا الأمر، فيجعلها توافق ليكي. لكن ما تعمليش حاجة رغما عنها عشان ما نوصلش لمرحلة أخطر من هذا الأمر. بيقول بالله عليك يا كنترول، أنتوا عايزين كنترول، سوف تسأل يوم القيامة أن تجعل مين؟ طيب أنا هاخد طيب الاتصالات وهكمل نفس الرسائل بتاعتكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. ايوه لو سمحت كنت عايزه اسال، هل ممكن الطالب العلم يجمع بين شيخين في نفس الماده؟ يعني لو هو بيدرس توحيد مثلا يدرسوا على شيخين في نفس الوقت ولا لا يجوز؟ لا هو جايز، بس انت هتوهي بين المشايخ، ما في مشكله في هذا، بس هنتوه. احنا عايزين على اساس ان في يعني مثلا شيخ منهم مشغول فهياخد وقت كبير عبال ما تدرس عليه. يعني نسيب الشيخ المشغول ونروح الشيخ اللي عنده وقت، وخلينا مع شيخ واحد بنستمر ناخد منه المادة والكتاب الذي يدرس ونحفظه كويس أو ونفهم المعاني اللي موجودة فيه. ولما يبقى عندنا قاعدة ثابتة عندنا في دماغنا، بعد كده نقدر نروح لشيخ تاني عشان يوسع المدارك أكتر أو يشرح حاجة تانية. الشيخ اللي رباه، يعني هو الشيخ اللي معاه بقاله فترة وكده، بس هو يعني انشغل جامد الشيخ، فبقى صعب ان هو، وفي نفس الوقت الطالب برضه انشغل وبقى ليه أسرة يعني فصعب. لا خلاص يعني يترك الشيخ المشغول ويخليه مع الشيخ اللي هو مش مشغول، عشان خاطر ده يكون أولى. لأنك ممكن نروح نقعد مع الشيخ كثير المشاغل وكثير المواعيد ما نعرفش ناخد منه دقيقة واحدة كلمة واحدة، ولا نعرف نقعد معاه ساعة زمن. إنما ممكن نروح لواحد يكون هو متفرغ، والمتفرغ ده هيبقى عنده تفكر ويديك المعلومة بإتقان، وده يبقى أفضل بكتير قوي من حاجات تانية. وانا عايز اقول دي كلام عن تجربه. لما نقعد مع حد يكون فاضي ورايق وهو متفرغ يقدر يدي كويس ويبقى عنده اداء كويس، لكن لما ينشغل ما يبقاش عنده اداء كويس. بارك الله فيك. بتقول بالله عليك يا كنترول سوف تسأل يوم القيامة أن تجعل جميع مشايخ قناة الناس، طبعا عندهم 150 شيخ قناة الناس، هجيب لك منين يا جماعة؟ إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. يعني الواحد لما يكون طالب حاجة حتى من الكنترول ما تحمل الناس مسؤولية، لأن الناس في الكنترول ما شاء الله ناس محافظين على المبدأ وعلى التشريع وعلى الشريعة، وبيحافظوا على الكلام اللي انتم بتبعتوه، وبيحاولوا يعملوا الكلام ده كله. يعني خلي الراجل كل ما حد داخل على البلاتو يقعد يقول له يا عم الشيخ ادعي، يعني كلام صعب جدا وجد خطير. بعض المشايخ عنده وقت يسمع وبعضهم ما عندوش وقت يسمع، وبعضهم مستعجل وبعضهم يعني فلازم ناخد بالنا. بعضهم ممكن يقف يسمع وبعضهم ممكن ما يقفش حتى يسمع الكلام. قول حبيبي. تقول الأخت أم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، والدي عامل قرض من البنك، عايز يعمل يعني سلفة من البنك يجوز اخواتي، هل دي حرام يعني رأي حضرتك في ايه؟ ما فيش له وسيلة يجهزهم غير القرض يعني؟ نعم. ما فيش وسيلة يجهزهم بها غير القرض يعني؟ والله يا فضيلة الشيخ يعني الحالة ما تسمحش، واحنا محتاجين ضروري يعني. طيب أنا طبعا لا أنصح بأنه ياخد قرض بفائدة من البنك، لأن كل قرض جرى نفعا فهو ربا، وطبعا في نهي بهذا الكلام. لكن الحقيقة الظروف اللي زي دي احنا عندنا كثرة الاستغفار. فقلت ربنا بيقول في القرآن فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. فيا جماعة اللي فيه ضائقة مالية عايز يعمل الكلام ده يكثر من الاستغفار، ودي كلام يعني كتير قوي من الناس عملوا الكلام ده وربنا سبحانه وتعالى فتح لهم أبواب الخير، لأن الرزق ما يأتي من الله سبحانه وتعالى، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. النص من حيث لا يحتسب، هيجي له رزق من حته هو ما يعرفهاش ولا مقدرها. وبعدين ثلاثة حق على الله عونهم، منهم الذي يريد أن يتزوج للعفة. فطبعا الأب لو هو كان يتقي الله سبحانه وتعالى ويكثر من الاستغفار وكده الله سبحانه وتعالى سيفتح له أبواب الخير. الأستاذ عبد الله من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. يا شيخ لو سمحت، الآن بعض الشيعة
خط قطع، انقطع الاتصال. طيب فالأخ بيقول لي يعني يا كنترول يقول للمشايخ ادعوا لي بالزوجة الصالحة لعل دعاء من أحد المشايخ يتقبل. اسمي محمد عثمان، يا ريت تكتب في شريط الرسائل. هو طبعا لا شك ان الناس المسؤوله عن شريط الرسائل في الكنترول لبوا له طلبه لدرجه ان هم كل شيخ كتبوا له وهو بعتوا لي الكلام وكتبوا له كلام. لكن الحقيقه انا بس عايز اقول حاجه يا جماعه الخير، انا دايما اضرب مثال. انا بقول لما يكون انا عندي صداع ما ينفعش ان انا اخلي ابني او اختي او اخويا او زوجتي تاخد لي اسبرين او علاج للصداع اللي عندنا، مش كده ولا ايه؟ لازم انا اللي اخد الاسبرين او لازم انا اللي اخد العلاج. فانا عايزك تكون عارف الكلام ده. احنا لابد ان ندعو الله سبحانه وتعالى ولا نعتمد على دعاء احد لعل الله يستجيب منه. ايوه طب ماشي، نحن نطلب هذا لما تقابل حد تكون انت يعني تحسن فيه الظن تقول له الكلام ده. عموما نسال الله الكريم رب العرش الكريم ان يرزقك بزوجة صالحة وبذرية صالحة وان يمن الله عليك بكل خير. امين يا رب العالمين. نعم. الاستاذ عادل من السعودية، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا شيخ، بغيت أسأل عن اليمين القسم يعني. أقسمت إني ما أزور أحد الإخوة، قلت أقسم بالله العظيم أن لا أزورك هذه الليلة. وعدت القسم قلت أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم، يمين مغلظة إني ما أزورك هذا اليوم. نعم. فهل هذه يمين مغلظة أم يمين لها كفارة اليمين؟ هل أنت رحت زرته؟ لا ما رحت، بس لابد أن أذهب لزيارة. إيه؟ لابد أن أذهب لزيارة اليوم، يعني في أمر ضروري إن أروح. أنت أقسمت عليه اليوم إنك أنت ما تروح اليوم وهتروح في نفس اليوم يعني. إيه نعم. طيب بارك الله فيك. حاضر. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. في رواية تقدمت التكفير قال فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، يعني كفر الأول وبعدين يأتي الذي هو خير. وفي رواية يأتي الذي هو خير وبعدين يكفر عن يمينه. فيا أخ عادل مشكور، أنت لك أن تكفر عن يمينك وأن تكفر عن يمين واحد لأنك أقسمت على أمر واحد، ما أقسمت على عدة أمور. يعني أنت ما قلت لو يعني أقسم بالله العظيم أنا ما أزورك اليوم، بعدين أقسم بالله العظيم أنا ما أعطيك كذا، أقسم بالله العظيم أنا ما أتصل لك على فلان. 3 أقسام، لو وقعت في الثلاثة يبقى، لكن أنت قسمت 3 مرات على أمر واحد اللي هو الذهاب إليه، وأنت الآن ترى أن ذهابك إليه خير، يعني هو يحتاج لك. لكن أنا أنصحك إذا كنت أنت يمكن أنك أنت يعني ليس بالضرورة زيارتك، أو ممكن أي حد يحل محلك، وأن الزيارة بتاعتك يعني ليست مفيدة بالكثير يعني، أو هي مش هتنقذه من أمر ما، فالأولى لك ألا تذهب حتى تبر يمينك. والأولى على أخيك الذي أقسمت عليه هذا القسم إن هو يبر لك هذا القسم فلا يطلب منك أن تأتيه في هذه الليلة، هذا هو الأولى. لكن إن لم يتيسر هذا وذهبت أنت بسبب ضرورة فإنه يلزمك بعد زيارته أو قبل الزيارة أن تكفر عن يمينك. معنا مين؟ أم أحمد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أيوة يا شيخ. أنا كنت متزوجة وبعدين زوجي طلقني عند مأذون وكان مؤخري 5000 جنيه فكتب لي وصولات أمانة بيهم. ايه السؤال؟ ايه السؤال؟ قطع الاتصال؟ الأستاذ عبد الله من السعودية لما اتصل وانقطع الاتصال لأن احنا أطلنا عليه الحقيقة فبنعتذر، هو كان عايز حلقة للرد على الشبهات التي يثيرها الشيعة حول السنة. الحقيقة احنا اتفضل مشكور يا أخ عبد الله، راسل الكنترول وشوف ايه الشبهة المحددة التي تريد الرد عليها ونحن نفرد لها حلقة، لأن احنا كل حلقاتنا بنختار شبهة من هذه الشبهات وبنثير هذه الشبهة وبنتكلم من خلالها. لكن احنا بدأنا بالشبهات المردود عليها من أهل العلم قديما، فإذا في أي شبهات حضرتك انت شايفها محتاج ان احنا نقولها، واحنا مستمرين معاك حتى رمضان، يعني يبقى لنا أكثر من 3 أشهر واحنا بنتكلم إن شاء الله عن الشبهات التي تثار حول السنة النبوية المطهرة. فراسلنا بارك الله فيك بالشبهة واحنا نرد عليك.